أنا بخير، ولكن السلام عليكم. معكم إبراهيم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست. اليوم بغيت نهضر معكم من القلب للقلب على واحد الموضوع اللي كيعيشوه ناس كثار بصمت وبدون شكوى. كيفاش كتحاول تبان بخير وانت من الداخل مكسور؟ أنا بخير، هذه الجملة بزاف ديال الناس كيقولوها، ولكن في الحقيقة كتبقى هي كقناع كيلبسو باش يحمي راسو من الأسئلة، من نظرات الشفقة ومن الكلمات اللي كتوصلهم ببرودة، ولكن كتشرحهم بحرارة. أكيد كتجيك واحد المرحلة في الحياة كتقول فيها مع راسك ماشي ضروري الناس تعرف شنو واقع معايا، ماشي ضروري نشكي همي للناس، ماشي ضروري نقول أنا عندي إشكاليات. كتختار تصمت، تضحك وتكمل وتخرج تخدم، كدير قهوة مع صحابك، كدير ستوريات ضحكة، ولكن في الليل كتسرح بالسقف وكتسول شي غادي يسالي ولا أنا فعلا بخير، ولا غير كنقنع راسي بهاد الكلمات باش يمكن لي نكمل. ولكن واخا كلشي هادشي كاين شي حاجة زوينة في الكتمان الألم اللي ماشي سهل صراحة، ولكن لأنه فيه كرامة. أحيانا الكتمان ماشي ضعف، لكن كيبقى قوة، لأنه كتختار تحمي نفسك وتحافظ على صورتك وتحط الحدود. الناس ماشي دائما كيفهموك، ماشي كل واحد غادي يصبر ويسمع همك كل يوم، وحتى اللي كيتعاطف معاك ممكن في مرة يجي وما يفهمكش. دابا واش الكتمان هو الحل؟ ماشي دائما، ولكن هو الملاذ. إذا لقيتي حد تثق فيه اللي قلبه كبير، السمعة ديالو طيبة والنصيحة ديالو ماشي سم في العسل، احكي ليه. ولكن إذا كنت وسط ناس ما كيعرفوش غير يشفقوا ولا يزيدوك هم فوق هم، اسكت وكن بخير على طريقتك. خلي دموعك تسيل وانت بينك وبين الله تعالى وتبارك. ماشي ضروري تعيط الناس باش يحسوا بيك، ولكن أعرف أن الله تعالى وتبارك يعلم كل شيء، عارف الصمت ديالك اللي كتحملو، وعارف الثقل اللي في الصدر ديالك، وعارف الابتسامة اللي كتقلب بها الحزن إلى فرح. في الأخير إذا كنت دابا في مرحلة صعيبة وبغيت نقول لك أخوي، وحتى هاد السكات راه نوع من النجاة. بكري قالوا لي دار الهم في القلب دار الراحة في الصمت، لكن ما تنساش إذا حسيتي براسك غادي تغرق أكيد خاصك تطلب النجدة، ماشي عيب. الصمت حكمة، ولكن طلب المساعدة كيبقى شجاعة، واللي باغي يعيش خاصو يوازن ما بيناتهم بطبيعة الحال. شكرا لكم لأنكم كنتم معنا، وما تنساوش حتى في وسط العاصفة ممكن تضحك وانت ماشي بخير، تقدر تقول أنا بخير ولا